خوتي العزاز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم الإخوان، عاد شاهدوا معانا واحد المقطع. والله العظيم كيجيني الضحك الإخوان ملي كنبقى نرجع السين تاع اللور وكنتصنت لهاد المسؤولين. المهم اخوتي، واحد المقطع ديال السي عبد العزيز اخنوش خصنا نتصنتوا له باش نرجعوا نعقبوا عليه اخوتي. إما فيما يخص يعني يعني إشكالية ديال المقامرة. اش نقول لك، يعني احنا في حق علاش وزراء باش نخدموا المواطن. علاش وزراء؟ ما الحمد لله نبقاو في المعامل ديالنا والإيكو سيستيم ديالنا ونبقاو مشتغلين، ولكن جايين باش نعاونوا الناس، جايين باش نلقاو الحلول للناس، جايين باش نتعاونوا مع سيدنا باش نلقاو يعني الحل المشاكل ديال الناس. هادشي علاش جينا، ما جيناش لشي حاجه اخرى. واش انا كيبان لي الاخوان هاد المسؤولين اللي عندنا حنا في هاد البلاد واقيلا يمكن كيسحب لهم بان الكلام اللي كيقولوه راه ما كيبقاش مسجل. دابا السي عبد العزيز اخنوش بخالص العباره قال هو علاش جا، علاش هو وزير، علاش هو رئيس الحكومه، باش يخدم المواطن. وحنا راه خصنا نفهموا هاد الكلمه باش يخدم. دابا كاينه بزاف د الناس نهار اللي سمعوه كيتكلم قال بان راه هو يخدم المصلحه ديال المواطن. لا 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 الاخوان، لا لا لا، هو راه يخدم المواطن في المصلحه ديالو. هادشي اللي حنا دابا حاليا كنعيشوه مع هاد الحكومه ديال السي عبد العزيز اخنوش. وبزاف ديال الناس الاخوان باقي ما بغاش يفهموا بان راه باقي لنا حل واحد هو عند الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا ما كيخليوناش نوصلوا له الصوت ديالنا، والله العظيم حتى سيدنا ما كيخليوناش الصوت ديالنا يوصل لعنده. كيبينوا له بان كل شيء مزيان وكل شيء على خير وبخير. انت قلتي يا السي عبد العزيز اخنوش بان باغي تخدم المواطن، باش غتخدمو؟ هذاك الشيء اللي ما عمرو عاشو المواطن هو كيعيشو معاك دابا في هذه الولايه ديالك. هنا خصك تقول لنا واش انت قد المسؤوليه ولا ماشي قد. هادشي علاش حنا كنقولوا دائما راه الحلول كاينه والحلول في يداكم. الا نتوما عندكم حرقه على المواطن راه كاينه الحل اخوتي العزاز. الا نتوما عندكم حرقه على المواطن والله العظيم حتى كاينه الحل. الحل هي دوروا بجنابكم نتوما الاولى ونقصوا من الاجور ديالكم نتوما الاولى وحطوا في هذاك الصندوق اللي نتوما باغيين تحيدوه. علاش ما تحيدوش هذا الصندوق ديال البرلمانيين؟ علاش ما تحيدوش الصندوق ديال الوزاره؟ علاش ما تحيدوش الصندوق ديال الامتيازات ديال المسؤولين اللي نتوما شادن؟ علاش؟ هذا عاك سؤال مطروح. وهو عالبوطه هي اللي عاد تقابلكم الميزانيه. هي عالبوطه هي اللي عاد تقابل الميزانيه. والله العظيم عشنا وشفنا الاخوان، عشنا وشفنا، حتى ولينا كنشوفوا الدل كيتمشى بعينو برجلو. ولا حياه لمن تنادي. عينا كنتكلموا، عينا كنوصلوا، عينا كنفرغوا هاد المزيوده اللي عندنا في القلب ديالنا. ولا حياه لمن تنادي. المهم اخوتي، الرساله راه هي باينه وواضحه. الرساله اخوتي راه هي باينه وواضحه، غير لما بغيتي تفهم بان راه حتى شي واحد ما يفك لك المشاكل ديالك. حتى واحد ما قادر يفك المشاكل ديالك. كل مسؤول كيتخبع في الشتاء في الحرب، وانت علاش تما؟ انت علاش تما؟ باش تخلص، باش تجلس على كرسي؟ الا باغي تخلص كما قلتي راه انت عندك شركات ديالك سير خدم فيهم وتخلص على راحتك. هادشي علاش راه من المستحيل مستحيلة الاخوان يعني الايام اللي جايه نقدر نشوفوا فيها شي حاجه اللي ما تعجبناش. من الايام الاخوان اللي ما جا راه من المستحيل مستحيلات
الى نزل علينا الاخوان شي خبر وحنا ما يعجبناش، من طبيعة الحال ما خصناش نتفاجئوا نهائيا، لان حنا دائما كنقولوها والله العظيم وكنخرجوها من الحناجر ديالنا. اتقوا الله فينا، راه نتوما عييتونا، راه نتوما قتلتونا، راه نتوما يمكن باغيين ترجعونا 70 عام اللور كيما رجعونا هذيك العدالة والتنمية. والغريب في الامر هي دابا حنا انتخابات جايه على بنا نصوتوا اخوتي، هذا عاك سؤال مطروح، حنا على بنا نصوتوا من العدالة خانت بينا، جميع الاحزاب خانوا بينا، دابا حنا حاليا انتخابات جايه على بنا نصوتوا. شكون هذا اللي عيكذب علينا؟ شكون هذا الاخوان اللي عيطلع ويكذب علينا؟ شكون هذا اللي عيطلع ويكذب علينا؟ والله العظيم اخوتي لما بقينا كنحشموا نتكلموا، كنقولوا وقيله يمكن وقيله حنا عا كنتكلموا وقيله بحال اللي كنكبوا الماء في الرمله، حنا اللي كتجعلنا نوليو نتكلموا حيت كنشوفوا اخوتي هذاك الشيء كيتزاد ما كينقصش، هذاك الشيء الاخوان كيتزاد والله ما كينقص. حنا دائما كنترجاو خير، يعني كنقولوا تحل الله نكونوا حنا كنكذبوا، تحل الله غدا يكون حسن من اليوم، ولكن ما كنشوفوش والله العظيم بشرى ديال الخير ما كتبناش، بشرى الخير ما كتبناش. هادشي علاش حنا من هاد البن مراد هذه رساله لا الاخ النوش ولا جميع الوزارات، اتقوا الله في هذا المواطن، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، اليوم الدنيا وغدا الاخره، وعندك سحب لك راه انت غتبقى فيها دائما، ما تكونش غلط، راه داكشي اللي كدير لهذا المواطن راه غدا قدام الله راه انت عاد لقاه، غدا قدام الله راه انت عاد لقاه. المهم اخوتي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا النهار المبارك ربي يفرج علينا ويفرج على جميع الامه الاسلاميه. دائما اخوتي كنشكروا جميع الاخوان والاخوات، دائما نحن مع كلمه حق، احب من احب وكره من كره. يلا اخوتي شكرا لكم جميعا، ودائما كنشكر في نفس الوقت باش قبل ما نقطع كنشكر اخوتنا المغاربه داخل الوطن او خارج ارض الوطن، دائما شعارنا واحد، الله، الوطن، الملك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.